ريال مدريد يطالب إمبابي بالخطوة الأولى لتنشيط الصفقة. ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن ريال مدريد ينتظر تحرك حقيقي من المهاجم الفرنسي كيليان إمبابي يظهر فيه رغبته بالرحيل عن باريس سان جيرمان لكي يقوم النادي الملكي بتنشيط الصفقة وبدء المفاوضات مع النادي الباريسي. ويواصل باريس سان جيرمان الضغط على إمبابي لإجباره على الرحيل هذا الصيف، حيث تم استبعاده من تدريبات الفريق الجماعية استعدادا لمباراة لوريان الافتتاحية في الدوري الفرنسي. لكن اللاعب ما زال متمسكا بموقفه، فهو يريد الاستمرار لموسم آخر ومن ثم الرحيل مجانا إلى ريال مدريد، لأن هذا سيضمن له الحصول على كامل مستحقاته المالية. وحتى هذه اللحظة لم يقدم ريال مدريد أي عرض لباريس سان جيرمان من أجل التوقيع مع مبابي. وتؤكد صحيفة آس الإسبانية نقلا عن مصادر فرنسية أن النادي الملكي يريد من النجم الفرنسي أن يصرح بشكل علني بنيته في مغادرة ملعب بارك دي برانس، وذلك من أجل أن يبدأ الرئيس فلورنتينو بيريز المفاوضات. مبابي لا يمكنه إعلان رغبته بالانتقال إلى ريال مدريد. في الحقيقة لا يمكن تأكيد أو نفي هذه التقارير، لكنها في الواقع غير منطقية، حيث أن ريال مدريد يدرك تماما عدم قدرة كيليان مبابي على التصريح بشكل علني أنه يريد الرحيل هذا الصيف، لأن ذلك بمثابة التنازل الرسمي عن مستحقاته المالية، وهو الأمر الذي يريده باريس سان جيرمان بشدة. منذ بداية الجدل حول مستقبل مبابي قبل شهرين، واللاعب يخرج باستمرار ويؤكد أنه يريد الوفاء بعقده مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2024، وذلك لكي يحافظ على موقفه القانوني سليما ولا يترك أي مجال للنادي الفرنسي للتملص من دفع مكافأة الولاء التي تقدر ب80 مليون يورو، منها 40 مليون باتت مستحقة الدفع منذ بداية شهر أغسطس الحالي. طبعا كيليان مبابي يريد أن يخرج من باريس سان جيرمان من الباب الكبير وما يسيبش أي حاجة من مستحقاته والمكافآت بتاعته. كده انتهى الفيديو بتاعنا. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل فيديوهاتنا أول بأول، واعملوا لايك عشان ده بيدعمنا